دعوه بالكلام ده، انا بسال سؤال محدد. حصل حاجه زعلتها ولا هي عندها مشكله كبيره في البيت، في الشغل، في اي حاجه؟ لا مفيش حاجة في البيت، بس مشاكل شوية في الشغل يعني. انا بسالك عشان افهم حقيقه الموقف بالظبط، علشان ده وضع وده وضع تاني. دكتور فهمني، هو ايه اللي حصل؟ فهمني بالتفصيل كده. لو اللي حصل ده نتيجه زعل هنكتفي بانها ترتاح شويه وهتقوم كويسه والاعراض دي هتروح. انما لو من غير سبب وفجاه يبقى لازم نعمل شويه اجراءات زياده علشان نطمن. نعمل يا دكتور عشان نطمن. هي وقعت فجأة زي ما قلت لحضرتك. ماشي، خلينا نعمل رنين مغناطيسي على المخ وبعدها نبقى نشوف. حاضر ماشي. طب يا دكتور، يعني هو احنا دلوقتي لو عملنا عمليه مش عارف. أنا عايز أفهم أنت إيه اللي يخليك تقولي لأبوها؟ وانت ازاي ما تقولش الدكتور على اللي حصل؟ مش قال لك هيفرق في علاجها؟ ما هو ده هيولع الدنيا نار. ما انت عايزه جنازه وتشبعي فيها لط. لا نسيب البنت الغلبانه اللي جوه دي يحصل لها حاجه. أنا برضه مش فاهم بتتكلمي مع أبوها ليه؟ وأنت جاية تحلي ولا تمشي على مزاجك وخلاص؟ وانا مالي انا هتكلم مع ابوها ليه؟ هي قالت لي كلم ابويا. وبعدين انا ماشيه بالصحه والاصول وخايفه عليها. ترجعي الاول للكبار، تقولي لنا ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش، واحنا نقول ايه اللي هيتعمل. فهمتي؟ مؤاخذة حاجة هبلة، اسف ما خدتش بالي عشان ما سلمتش عليك يعني. ان شاء الله تسلمي يا استاذ محمود، وان شاء الله ربنا يطمنا عليها. يا رب. لكن اللي انا عاوز افهمه يا مسعد، ايه المشكله اللي ممكن تحصل في الشغل تخليها تبقى في الحاله دي؟ اللي اسمه طارق ده نسيب الحاج سعيد، حاططها في دماغه بقاله فترة، عامل لها مشاكل وكل يوم تيجي من البيت وهي مقريفة. أنا خلاص هي تقوم بالسلامة، وأنا خلاص هخليها ما تروحش الشغل ده تاني. انا هجيب عصير، اجيب لحضرتك شاي؟ لا متشكر يا حبيبتي. ثانية واحدة بس. ألو. يا عفاف. لا الحمد لله هي كويسة، هي نايمة دلوقتي. والدكتور طلب مننا نعمل شوية حاجات كده قبل ما تخرج. لا ما تقلقيش. وانت جاي هاتي مبلغ كده معاكي. وما تجيش لوحدك، هات الواد يوسف معاكي. ان شاء الله ما هتصحى خليها تكلمك. يلا مع السلامة. مع السلامة. معلش انا كنت مستنيه حضرتك من بدري، بس عايزه اتكلم مع حضرتك في حاجه. اتفضلي. انا قريبه بسمه اللي حضرتك لسه كنت عندها في الطوارئ اديتها المهدئ. ايوه مالها؟ هي كانت متخانقه مع جوزها خناقه كبيره، وهو مد ايده عليها، فهي راحت وقعت من طولها وحصل اللي حصل ده. قصه كل يوم. مش فاهمه حضرتك. يعني كنت متوقع. عموما ما تقلقيش على قريبتك. يعني هي هتبقى كويسه امتى؟ اديها كام ساعه كده وانا هعدي عليها تاني. متشكره جدا. لا تحت امرك.